السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا. ردوا بالكم، اليوم غادي نتكلم لكم على هذه العملة المغربية من فئة 5 فرانك، وهذه حققت مبلغ 440 يورو في مزاد علني تقام الأسبوع اللي فات في مدينة موناكو يوم 13 أكتوبر. وغادي نذكر لكم السبب اللي جعل هذه القطعة هذه حققت هذا المبلغ هذا، يعني مبلغ محترم. أول حاجة نذكر لكم معلومات على هذه العملة المغربية ديال 5 فرانك. هذه إصدار البنك المخزني المغربي كما كتلاحظوا، يعني تصميم ممتاز ورائع. هذه سنة 1943 ميلادية في عهد السلطان محمد الخامس رحمه الله. وكاين معلومة اللي القليل كيعرفها، اللي هذه القطعة هذه ديال 5 فرانك طبعت في مدينة الدار البيضاء، لأن قبل الحرب العالمية الثانية النقود المغربية كانت كتطبع في فرنسا، ولكن إذبان الحرب العالمية الثانية بالضبط سنة 1943 و 44 ميلادية، يعني النقود المغربية كاين السلسلة اللي طبعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكاين اللي طبعت في مدينة الدار البيضاء. هذه اللي كتلاحظوا في الشاشة قطعة ديال 5 فرانك. اللي جعل هذه القطعة ديال 5 فرانك يعني حققت في مزاد علني هذا المبلغ هذا محترم ديال 440 يورو هنا في هذا المكان. هذه السيري ديالها صغير، والسيري في حرف أ، يعني السيري الأول كما كتلاحظوا حرف أ 001، يعني رقم صغير. ولأول مرة كتبان قطعة نقدية من فئة 5 فرانك ديال 1943 بهذا السيري هذا حرف أ 001. ردوا بالكم دائما، تمعنوا في النقود، بحثوا فيها، ربما تلقاو فيها شي أرقام مميزة اللي كترفع القيمة ديالها عند هواة الجمع والمهتمين بالنقود. هاد القطعة ديال 5 فرانك تداولت، يعني لاحظوا فيها بقع سوداء هنا وفي هذا المكان أيضا، هنا في هذا المكان، يعني القطعة تداولت. هذه لو ما كانتش تداولت كانت غتتحقق يعني مبلغ أكثر من 1000 يورو. لو كانت حالة جيدة يعني أحسن من هذه أو أنسر فكانت غتحقق مبلغ أكثر بكثير من هذا المبلغ هذا، رغم أنها القطعة هذه ديال 5 فرانك سنة 1943 في حال هذه يعني تلقاها العادية بلا هذا الرقم هذا المميز، يعني تلقاها كتباع في مواقع بيع والشراء النقود، مثلا في إيباي تلقاها بسهولة يعني ب 200 أو 300 حتى 400 أورو على حسب الحالة ديال الورقة أو أقل. ولكن القطعة هذه تزاد الثمن ديالها، ارتفع يعني أضعاف 10 المرات، وهو هذا الرقم هذا. يعني ردوا بالكم، النقود ملي كيكون فيها أرقام مميزة، خصوصا النقود اللي كتكون تسحبت يعني ما بقاتش كتداول، يعني كيكون حظوظ قليلة باش تلقى الأرقام المميزة فيها. إنما النقود اللي كتكون مازال كتداول الثمن ديالها كيكون أقل، لأن كتكون حظوظ كثيرة باش تلقى الأرقام المميزة. يعني تمشي غير تقدى في المارشي ولا في شي مكان يرد عليك الصرف، فيمكن يرجع لك شي ورقة فيها شي رقم مميز. كاين حظوظ كثيرة باش تلقى الأرقام المميزة، إنما النقود ملي كتكون تحدفت في حال هذه فالحظوظ باش تلقى الأرقام مميزة قليلة. خصك تبحث عليها في الإنترنت وشوف كتلقاها ولا ما تلقاهاش، لأن كل ما تزاد السنين الثمن ديالها كيتزاد. هذا هو المزاد كيفاش دار، بدا ب 250 يورو وصل من 440 يورو. هذه هي مرحلة المزاد كيفاش دازت. هذه العملة 5 فرانك كانت دارت في المزاد نهار 13 أكتوبر مع هذه القطعة النقدية المغربية الأخرى، حتى هي حققت أثمنة جد مهمة كما كتلاحظوا. وإن شاء الله غادي ندير كل قطعة ندير لها فيديو ونشرح المعلومات عليها والثمن اللي حققت، هادشي اللي كاين. وبالتوفيق للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه.